احنا على ابواب رأس السنة، وكل سنة بنشوف احتفالات كبيرة حوالينا، لكن السؤال هل الاحتفالات دي تنفعنا كمسلمين؟ خلينا نتكلم ببساطة عن اصل الاحتفال ده وليه المفروض نبعد عنه. رأس السنة اصلها عند الرومان، وكانت مرتبطة بإله اسمه يانوس، اللي كانوا بيعتقدوا انه بيشوفوا الماضي والمستقبل. ومع الوقت الاحتفال ده بقى عالمي، لكن في الاصل حاجة ملهاش علاقة بديننا في الاسلام. اعيادنا محدودة، عيد الفطر وعيد الاضحى، والاحتفال برأس السنة مش منهم. النبي عليه افضل الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وده معناه اننا مش مفروض نقلد احتفالات ما تنتميش لديننا. ليه ما تشاركش؟ الاحتفال ده مليان حاجات غلط، زي شرب الخمرة والسهرات اللي مش مناسبة لديننا. مش لازم نمشي ورا كل ترند او تقليد من غير ما نفكر. بدل ما تضيع وقتك في احتفالات ملهاش معنى، استغل اليوم ده في حاجة مفيدة